السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء. أتمنى من كل شخص دا يشاهد الفيديو فضلا وليس أمرا طبعا اشترك بالقناة، فعل جرس الإشعارات حتى يوصلك الخبر أول بأول. كذلك تخلي لايك للفيديو، تدعم الفيديو باللايك والتعليق. وأيضا قناة التليجرام موجودة بأسفل الفيديو في صندوق الوصف، موجود رابطها، وفي التعليق المثبت تقدر تدخل عليها، بها أهم الأخبار لوزارة التربية وآخر القرارات، والخبر يكون أول بأول. أتمنى منكم أن تنضمون بها. طلابنا الأعزاء، في خبر عاجل وردنا قبل قليل، محافظة البصرة تعلن عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا الاثنين ويوم الثلاثاء الذي يليه. طبعا على لسان محافظ البصرة احتمال تتمدد العطلة الأسبوع كله لإكمال التحضيرات لبطولة خليجي 25 اللي راح تقام في مدينة البصرة. طبعا للتنويه طلابنا الأعزاء، بالنسبة لبعض المدارس الأهلية اللي مثل مدرسة أنوار الأمين الأهلية، وثانوية مدينة العلم الأهلية، وثانوية الرتيل الأهلية، هاي المدارس بلغت طلابها أنه الدوام مستمر وما عندهم عطلة. فنتمنى من الأهالي أنه تنتبهون على المدارس وعلى حسابات المدارس، في سبيل يعني أنه تنشر عطلة لو مو عطلة، في سبيل ما يتغيب الطالب. أما بقية المحافظات فلغاية الآن ماكو أي شيء رسمي بخصوص يوم غدا الاثنين أو يوم الثلاثاء، بس من المحتمل يعني أنه المحافظات الجنوبية راح تكون عندها عطلة يوم الثلاثاء. يعني أغلب المحافظات الجنوبية راح تكون عندها عطلة. وأيضا أي معلومة أو أي خبر مؤكد أكيد راح ننزل لكم هنا على اليوتيوب أو على قناة التليجرام.